ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل ايه؟ هنعمل كفتة رز. معايا كيلو لحمة، معايا خضرة، ومعايا 4 كوبايات رز انا طحنتهم في المطحنة عشان اسهل على الكبة. نحطهم كلهم كده على بعض. ومعايا بصلاية وتوم، معلقة توم، كله كده على بعض. ومعايا فلفلتين حامي يديلها طعم حلو وريق حلو كده. ونقلب كله ده بقى مع بعض كده، ونبتدي ايه ننزله في الكبة مع بعض عشان نطحنها. بسم الله الرحمن الرحيم. الكبة حبة حبة، نطحن حبة حبة. بص عليها كده. لا لسه. نبتدي نحط تاني بقى حبة كمان. الأولانيين اللي احنا خلطناهم اهو، هناخدهم وش تاني بعد ما أطحن كله مع بعض عشان يبقى كله عجينة واحدة. اعمل حبة وبطل الكبة عشان ما ادي الكفتة هي عملتها وش واحد. هبتدي بقى احط لها التوابل: كزبرة، فلفل اسود، وكمون، و7 بهارات، والملح، واحط لها بقى كربون بيكنج باودر وكيك شيف معلقه كده عشان تخليها هشه وحلوه. وهضربها تاني
وهرجع لكم تاني. ادي الكفتة اهي صبعناها، عملناها اهي طباق تتفرز، وحبة قليناهم اهم. بصوا جميلة ازاي، زي العسل. بصوا جميلة وماسكة متماسكة، ولا تخنت ولا زي ما هي، زي الصباع ما احنا عاملينه طلع. ايه رأيكم؟ اعملوها بقى بطريقتي دي، مش هتفك منك ولا تحط لها شعرية ولا مكرونة زي ما بشوف في فيديوهات كده. هو الرز بدم مظبوط مع المقدار اللحمة خلاص. الكيلو عليه 4 كوبايات رز من الكوباية بتاعت الشاي بتاعتنا. زيتون اهو. ايه رأيكم؟ حطوا لايك بقى واشتركي في قناة عائلة نوع 22 عشان يصلك كل جديد بنعمله. احنا بنحبها طبعا، كلكم بتحبوها متحمرة كده، وياما سلقناها من امهاتنا وهي بتقلي. احنا ناكلها كده مع رز ومع سلطة. يلا بألف هنا اللي شاف واللي هياكل. وما تنسوش اللايك واشتركي في قناة عائلة نوع 22 عشان يصلك كل جديد بنعمله.